تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم عمر. بالأمس يا فضيلة الشيخ كان في برنامج مسابقات يعني للطرب. للأسف في واحد يعني ما تأهل للمرحلة القادمة، وقع يعني مغشي عليه، وصاروا يعني يحطوا له مي على وشه مشان يصحى. يعني يا حسافة على شباب هذا الزمن، كيف هؤلاء يعني الشباب بدهم يبنوا الأمة، كيف بدهم يواجهوا الصعاب. هذا الشيء الواحد بس يعني يتفرج عليه يعني بتقطع قلبه. يعني ما بعرف كيف بدهم يواجهوا الصعاب يعني هؤلاء الشباب. يعني مثلا زوجي أنا في العام الماضي يعني ما إجا خبر وفاة والدته الله يرحمها، يعني قال الله يرحمها الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. يعني هيك خبر يعني كيف تلقاه وما نزل دمعة من دموعه. ما بعرف أنا هدول الشباب يعني عشان قالوا له إنه ما راح يتأهل للمرحلة القادمة، يعني سقط مغشي عليه. يعني كيف هدول الشباب بدهم يصنعوا الأمة؟ يعني شو اللي عم بيصير يعني في الأمة العربية والإسلامية؟ صحيح صدقتي. وبعدين البرنامج عدد المقبلين عليه هذا هائل جدا جدا، يعني سبقنا بلاد الغرب صراحة. يا ترى لو كان هذا البرنامج لحفظة القرآن الكريم هل كان الإقبال عليه لهذه الدرجة؟ وكانوا أهاليهم كمان منتظرينهم على الأبواب بالخارج. والمصيبة يا فضيلة الشيخ إنه بعض أمهاتهم محجبات. يعني أي ترباية هذه؟ يعني صراحة يعني أنا امبارح يعني بدي أبكي أشوف يعني شو هالبرامج هاي، وعم تزداد هاي البرامج. يعني لو في برامج حفظة القرآن الكريم ما بيكون عليها الإقبال لهالدرجة هاي. وبعدين وإحنا كمان بننتظر فرج رب العالمين ورحمته لما بينزل علينا من المصائب وسخط من رب العالمين، من حكام ظالمين بيقتلوا شعوبهم، ومن زلازل ومن كوارث ومن حروب ومن هالأشياء هاي. وبعدين بنقول يعني انه ليش رب العالمين غضبان علينا؟ بصراحه من تصرفاتنا هذه. يعني وين الابهات وين الامهات؟ خليهم يصحوا على حالهم يربوا ابنائهم التربيه الصالحه. صدقتي يا ام عمر. يعني خلينا نصحى من غفلتنا. والله يجزيك مو خير. كافي عدد المطربين والمطربات صحيح. والراقصين والراقصات، لسه بدنا نزيد عددهم. الله اكبر. معلش يا فضيله الشيخ انا يعني يمكن زدت يعني لا والله بالعكس، إلا الله يجزيك يعني خير. لاني غضبانه من الله جوا يجزيك يعني. خير على غيرتك، وأسأل الله لا يحرمك الأجر. ويا ليت كلنا نشعر بمثل هذه المشاعر لما نرى مثل هذا الضلال الذي يراد أن يساق إليه شباب الأمة وبناتها. والله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك أقواما هم مفسدون في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أقواما من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لكنهم يحاربون ديننا. وهؤلاء الذين يقيمون مثل هذه المسابقات بدل ما يقيمونها كما تفضلت في حفظ القرآن أو في معرفة الدين أو في حفظ السنة أو في تطبيق الدين أو ما شابه ذلك، يقيمونها في حفظ الأغاني وتلحينها وما شابه ذلك. فهذا بلا شك أنهم آثمون ويفتحون باب الشر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. هؤلاء الذين يشجعون مثل هؤلاء أو يبثونها في قنواتهم أو يدعون الناس إليها أو يصرفون لهم التذاكر، أو أيضا الذين يقومون برعاية هذه البرامج، الذين يقومون برعاية هذه البرامج وتخرج دعايتهم في وسط البرنامج، ينبغي أن يكون لنا وقفة جادة أن نقاطعهم قدر استطاعتنا، أن نفعل ما نستطيع. قد يقول البعض: طيب أنا لو قاطعت غيري لن يقاطع لن يتأثر. أقول على الأقل كما قال الله: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. على الأقل إذا سألك رب العالمين ماذا فعلت، تقول: يا ربي أنا قاطعت هذا المنتج الذي رعى هذا البرنامج. خله يا أخي، بدل ما كانت الدراسات عنده أنه سيباع من هذا المنتج مثلا 10,000 قطعة كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، بعد البرنامج فإذا بها تنزل إلى 5,000، فيتسامع بقية الرعاة ولا يقتربون من مثل هذا. نحن نستطيع يا أخي يا أختي ويا أيها الإخوة والأخوات أن نفعل شيئا. وأنا أجزم لو أقيمت مثل هذه المسابقات لحفظ القرآن فأجزم جزما بأنه ستصبح الأعداد أضعاف هؤلاء الذين جاءوا للغناء. وها هو الآن نرى في دبي مثلا مسابقة دولية لحفظ القرآن، نرى يعني الذين يتقدمون إليها بمئات الآلاف ولله الحمد، ويختار منهم عدد لأجل أن يحضروا المسابقة. تقام مسابقة أيضا لرابطة العالم الإسلامي ولوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة وفي مكة وفي غيرها في كثير من البلدان، ولله الحمد نرى المئات يحضرون إليها. فأنا متفائل حقيقة في الأمة، لكن نحن نحتاج إلى من يفتح مثل هذه البرامج. يعني نحتاج إلى قنوات كما أن هذه القناة تقيم هذه المسابقات
إنشاء واستحداث مغنين ومطربين يزيدون من لهو الأمة ومن تغييبها عن واقعها ومن تخديرها. كذلك نحتاج إلى قنوات تشجع في الشباب والبنات حفظ القرآن، تشجع فيهم الدعوة، تربيهم على مثل هذا. واطمئني يا أختي، دين الله تعالى منصور وباق، والله جل وعلا ليس غافلا عن هؤلاء، كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن ينصر دينه ويعز شريعته. من معنا؟ طيب، كذلك من أهم الأمور في مثل هذا أن يحذر الإنسان من متابعتها، من متابعتها، فإنهم كلما زاد عدد الذين يتابعونهم شعروا بأن هذا البرنامج ناجح، ونحن عندما ننصرف عن متابعتها، عندما نلغي هذه القنوات التي تدعو إلى الفساد، عندما نبتعد عنها ولا نتابعها، بلا شك أنه بإذن الله يعتبر هذا أيضا هو نوع من إنكار المنكر.